طيب السؤال الأول يقول: ما هو دور المسلم حينما يرى تكالب الأعداء على المسلمين، حتى إن بعضهم لو يصاب بالإحباط من عظم ما يرى، فهل من توجيه حفظكم الله؟ هؤلاء الأعداء يخرجون عن قدر الله؟ أجيبوا. ها والله الله قادر على أن يزيلهم في لحظة، وضعهم الله ليبتليك. هل تثق في الله وفي وعده، أو أنك تمكن الشيطان من نفسك وبالتالي تيأس من روح الله ويوجد عندك الإحباط؟ هذه نهاية المسألة. وبالتالي الطريقة الأولى التي نقابل بها هؤلاء الأعداء أن نصلح أنفسنا، فإن ما يصيبنا من المصائب هو من عند أنفسنا، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وبالتالي أصلح نفسك وأصلح من تستطيع إصلاحه من حولك، حينئذ تكون أديت الدور الذي أوجبه الله عز وجل عليك. وأول هذا أن تثق في الله، وأن تجعل بين عينيك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وبالتالي تصبح لا ترى هذه الدول الإقليمية أو الدول الكبرى أو المنظمات أو شيئا، لأنك ربطت قلبك بمن يدبر الكون سبحانه وتعالى، ومن ثم تسعى إلى تصحيح المسار. صحح نفسك، فحينئذ لن يتمكن منك أعداؤك. الأعداء وإن مكروا فسبيل معالجة مكرهم ليس بالإحباط، وليس بأن نقابلهم بمثل عملهم، نقابلهم بطاعة الله عز وجل، فيقلب الله كيدهم ليكون لنا بدل أن كان علينا. وحوادث هذا كثيرة في التاريخ على مدى العصور كلها، من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر. تشوف أشياء عظيمة يكيد بها الأعداء ليمكروا بها أهل الإسلام فيقلبها الله لتكون لهم. انظر مثلا بعد صلح الحديبية أصبح صفوان بن أمية يجمع السلاح. لماذا يا صفوان تجمع السلاح؟ قال: بقي على الهدنة سنوات، اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على هدنة لمدة 10 سنوات. فيقول: إذا انتهت الهدنة مباشرة يكون عندنا سلاح نقاتل أهل يثرب. بدأ يجمع السلاح. أهل مكة قريش نقضوا ذلك العهد وذلك الصلح، وقاتلوا مع بني بكر ضد خزاعة، الذين بنو بكر مع قريش وخزاعة مع في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غازيا أهلها لكونهم نقضوا العهد. صفوان عند السلاح، ما نفع السلاح. بعد أيام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو الطائف، قال: يا صفوان أعطنا السلاح اللي عندك. قال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة أو عارية مؤداه. انظر هذا السلاح، أعطاهم السلاح. هذا السلاح كان أعد لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والإسلام وأهل الإسلام، فأصبح سلاحا يقاتل به أهل الإسلام أعداءهم. هكذا سنة الله في الكون، يقلب الأحوال
ترى الأمور متجهة على شيء فتنقلب في لحظات لتكون بضدها. وحوادثنا في عصرنا الحاضر كثيرة، تأتينا الحوادث المدلهمة، ويأتينا المكر العظيم والتدبير الكبار، فيقلب الله أحوال الناس. حاكم لدولة مجاورة يبغي على دولة جار له ويظلم الخلق في ذلك، فما هي إلا سنوات حتى يجعله الله في أضيق محل، ثم بعد ذلك تشاهدون مقتله أمام الناس. لما ضيق على الناس ضيق الله عليه. أليس في ذلك عبرة للمعتبرين؟ وبالتالي لا تيأس من روح الله، لا تيأس من روح الله. انظر، مر بالأمة أوقات حرج أكثر من أوقاتنا الحاضرة وقلبها الله عز وجل. نموذج ذلك في غزوة الأحزاب، تجتمع قبائل العرب لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، تتآمر اليهود بنو قريظة مع العرب من داخل المدينة، ويهم أهل النفاق بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. خلاص انتهت الأمور. ما النتيجة؟ اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خوف بسبب كثرة الأعداء الذين أحاطوا بهم من كل جانب، وجوع شديد حتى كان الواحد منهم يربط بطنه بحصى من أجل أن لا يشعر بالجوع، وبرد شديد ما يذهب الإنسان من بيته من شدة البرد، ما عندهم ثياب مثل ثيابكم هذه اللي أنواع كثيرة. فيقلب الله عز وجل الحال ويرسل الريح إلى هؤلاء القبائل فيجعلهم يهربون، فيقلب الله الحال ويعودون إلى بني قريظة فيغنمون أموالهم ويغنمون ما عندهم من القصور ومن النخيل ومن الأراضي. فقلب الله تلك المحنة لتكون منحة من عند رب العزة والجلال. وبالتالي لا تيأس، إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون.